عدي ابن حاتم الطائي رضوان الله عليه، عدي ابن حاتم بيته معروف، هذا أبو حاتم الطائي. هالبيت المملوء أمجاد، اللي مملوء عنفوان وكرم ومكانة. عدي كان ملء إهابة مثل ما يقولون. دخل معاوية طبعا أجبر أصحاب علي بن أبي طالب من بعد مقتل الإمام علي أن يفدوا عليه، يعرضون ولائهم، واللي ما يجي يعرض للعقاب. نعم، يعرض للعقاب ويعرض للمطاردة ويعرض حتى لعدم قبول شهادته. نبالي شوي زين، إذا يحب علي بن أبي طالب لا تقبلوا لهم شهادة. نعم، ضايقوه، اقطعوا عنهم العطاء، كل هذا زين. فإجا عدي دخل، لما دخل لقى منه الرواد اللي قاعدين، أو بالأحرى الندمان اللي قاعدين إلى جانب معاوية. لقى عبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم والوليد بن عقبة وأنهم أهل هالمجاميع. لما دخل عدي وحدة من عيونه راحت شو وقت؟ يوم الجمل. اجا سهم إليه وقع بعينه فذهب بعينه. فلما دخل عينه طبعا كانت مشدودة، معالجة ومشدودة. لما دخل رفع ابن الزبير إليه رأسه، قال له أبا طريف؟ قال بلى. قال له متى ذهبت عينك؟ عينك يمتى راحت هاي؟ قال له ذهبت يوم فر أبوك منهزما. نعم، وضربت على قفاك فهربت، وكنت على الحق وكنت على الباطل. هذا أنهى، انتهى، سكت. التفت للثاني قال له ما فعلت الطرفات؟ أولادك طرفة وطريف وطرافة وينهم؟ قال له قتلوا بين يدي سيدهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال والله ما أنصفك علي بن أبي طالب، قتل أولادك وأبقى ولده. انت أولادك راحوا وهذا الرجل الآن يتمتع بصحبة أولاده، ما أنصفك، خلاف الإنصاف. التفت له قال له اسمع، أنا الذي لم أنصف علي بن أبي طالب لأني بقيت من بعده وقتل قبلي، كان اللازم أنا أموت قبله وأفديه بنفسي. أنا مو سهل علي أني أبقى يكتب لي العيش بعد علي بن أبي طالب، لأن العيش بعد علي بن أبي طالب لا يساوي عندي شيء. أنا الذي نعم لم أنصف لأنه قتل وبقيت من بعده. هذا سكت. الثالث التفت له قال لقد بقيت قطرة من دم الخليفة الثالث، من دم عثمان، ليس لها إلا عنقك. ما جاوب هذا. التفت علما المعاوية قال له يا معاوية؟ قال بلى. كأنه هذا أراد أن يشعر أنك تمسوى جواب، تمس حتى جواب ما تسوى. وجه خطابه لمعاوية قال له يا معاوية إن السيوف التي أغمدناها على حشك، ولعلك تشل سيفا تشل به عليك سيوف. إذا تحاول إعادة الكرة احنا حاضرين، ما عندنا مانع، يدنا على مقابض سيوفنا. ثم خرج وهو يقول يحاولني معاوية بن حرب وليس إلى التي يبغي سبيل، يذكرني أبا حسن عليا وخطبي في أبي حسن جليل. وقال ابن الزبير وقال عمرو عدي بعد صفين ذليل، فقلت صدقتما قد هد ركني وفارقني الذين بهم أصول، ولكني على ما كان مني أخبر صاحبي بما أقول، وإن أخاكما في كل يوم من الأيام محمله ثقيل. وخرج طلع. نبه لي شوي الموقف، شوف الموقف، يفيض رجولة ويفيض وعي ويفيض معرفة.
هذا نموذج من التشيع، هذا نبه، نموذج من التشيع. معاوية على جبروته، على ما عنده من كبرياء، طلعوا أهل المدينة لما إجا إلى الحج، طلعوا إلى استقباله، خرجوا لاستقباله. الوحيد اللي ما طلع قيس ابن سعد ابن عبادة رضوان الله عليه. قيس قالوا له ما يمكن مثلك يفقد، انت لازم تطلع تستقبل، لأنه راح نسأل وتسبب لنا إحراج. أجبره، طلع. لما طلع واجهه معاوية بمجرد أن وقع بصره عليه، واجهه بهذا السؤال. قال له قيس؟ قال بلى. قال له ما لي لا أرى الأنصار؟ والأنصار ما طالعين لاستقبالي، ليش؟ قال له والله ما عندهم رواحل، موتتهم جوع، انت فقدتهم، قطعت راتبهم، قطعت عطائهم، حاربتهم برزقهم، نعم ما عندهم رواحل يركبوها حتى يطلعون لاستقبالك. قال له أين ذهبت نواضحهم؟ يعني هذول فلاحين، يريد يقول له وهاي نواضحهم وين؟ هاي اللي يجيبون عليها ماء يشتقون عليه. الجمل إذا اشتغل بالبستان يسموه ناضح، إذا طلع طبعا إلى أسماء أخرى، لكن بالبستان إذا اشتغل يعبروا عنه ناضح. يريد يعيره، يعني يقول أنت فلاحين، أين ذهبت نواضحكم ونواضحهم؟ وين شو ما هي؟ قال له والله أفنيناها يوم بدر، يوم ضربناك وأباك على الإسلام حتى أدخلناك فيه كرها. تحفز معاوية ليجيبه، جردنا منه عمرو بن العاص، قال له على رسلك، إن أجبته يجيبك بما هو أشد. نعم، سد للباب، اسكت. هاي نماذج من التشيع، نبه، هاي نماذج تشعر عندها شنو؟ تشعر عندها إيمان بفكرتها وعندها عمل. هذول مو بس إيمان، آمن بولاء هذا الرجل ووضع يده على سيفه يدافع عن مبادئه ويدافع عن فكره. هذا تقدر تعتبره مؤمن وعامل على تثبيت إيمانه، لأن الإيمان وحده بدون المفادات والعطاء. جت تتصور يعني بذرة الولاء لأهل البيت اجتنا هيك عفوا؟ لا، شقاها الدم. نعم، شقاها الدم، شقتها التضحيات. أرجوك يعني أنت لما تمر الآن على عذراء وتلقى هاي القبور هاي الهاجعة، تسأل لمن؟ يقولوا لك هاي لمجموعة من أصحاب علي بن أبي طالب قتلوا هنا. نعم، حجر ابن عدي وجماعته جابوهم عرضوا عليهم البراءة من علي، قالوا دلونا على مبدأ خير من مبادئه، دلونا على دين خير من دينه حتى نذهب إليه. أمر بهم فضربت أعناقهم. مو يقول شاعر عذراء هذه اللحود الهاجعات على مشارف الشام تثوي تحتها الرمم، صحائف تكتب التاريخ في زمن نعم به مبادئ والأحقاد تلتطم، مبادئ بجانب وحقد بجانب. هذه اللحود هي عبارة عن مجموعة من الكتب، من الأسفار تروي لك سر التضحية، قصة التضحية. هؤلاء سقوا شجرتهم بالدماء، عمدوها بالدم، آمنوا فدافعوا عن إيمانهم، حملوا الفكر ودافعوا عنه بالسيف. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا تاريخ سلفنا. وأنا أكد لك هؤلاء ما ركزوا ولاء أهل البيت، لأن كان ولاء أهل البيت أكدون 1000 عقبة وعقبة، 1000 عقبة وعقبة. لا القلم عند مجال يكتب، ولا اللسان عند مجال ينطق، ولا الكتاب عند مجال يعكس الفكرة، كلها حربت. وحتى المعدة حاربوها بقطع الرغيف عنها. نعم، الكرامة حاربوها بالاحتقار وبعدم قبول الشهادة. ومع ذلك انبثق من ذلك موقف
كان غاية في العملقة، صعد إلى السماء يبرهن على التضحية. شتمتك الشئام 70 عاما وتمادى فيما يقول الخطيب، وأرادوا عيبا فما وجدوه، أين من ذروة الكمال العيوب. كل هذا ليسلبوك سريرا 10 أعوام عمره المحسوب، وإذا شتمهم يصوغك ربا جل ربي لأنك المربوب. فالواقع شجرة الولاء والإيمان سقوها بالتضحيات فأثمرت وأعطت عطاء لا حدود له.